السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا صباح الهنا يا صباح السعادة. النهاردة هنعمل مع بعض محشي كوسة ومحشي بتنجان وفرخة هنحشيها كمان يا حلوين. هنعمل الاول الصلصة بتاعة المحشي. معانا قيمة 5 6 بصلات، ومعانا قرنين فلفل، وهناخد التوم اللي احنا عملناه مع بعض هناخد منه معلقه، هنطلعها عشان يفك شويه، عشان اخد منه معلقه. هو كده فاك، هنطلعه بقاله 5 دقايق، هاخد منه معلقه صغيره. ومعايا شفشق طماطم. هنعمل الصلصه مع بعض ونرجع للمحشي بقى. انا كده حطيت البصله وحطيت عليها زيت، نقلبها كويس. انا هخلي البصله تتدبل بس، وهحط عليها الفلفل. كده البصله اتدبلت معايا اهي. هحط عليها كده معلقه كبيره هروين كزبره. انا بحب الكزبره احمصها مع البصل، تدي طعم وريحه ما شاء الله. كده معلقه. ما شاء الله الريحه بتاعتها جميله قوي، تدي ريحه. كده الكزبره اتحمصت، واحط بقى الطماطم بتاعت المحشي انا ما بصفاهاش. دي كده الطماطم بعد ما كملتها اللي هي حلوين. هنحط بقى عليها البهارات. انا معايا البهارات كلها انا حطيتها هنا اهي. انا حطيت ملح ومرق دجاج وفلفل اسمر وكمون وورق لورا وقرفة خشب. هنقلبها كلها كويس ونسيبها بقى تغلي، وهنهدى عليها. انا بحب الصلصة بتاعت المحشي اول ما تغلي بهدى عليها بقى تتسبك بقى مع نفسها. معايا القرنين الفلفل هنحطهم، وكمان معايا نص معلقه الثوم الصغيره اللي بقولكوا عليها. انا ما بحطش توم في قلب الكرنب، بس انا بحط الثوم في قلب الصلصه بتاعه المحشي واللي بتنجان، علشان الثوم بينفخ مع نفسه يعني. هي كده غلت وانا هديت عليها، هسيبها بقى مع نفسها. تعالوا بقى معايا اما نروح نحشي الفرخه. دي الفرخه اللي هنحشيها حلوين، دي فرخه بلدي. انا خدت القنصه والكبده بتاعتها، وعملت قرن فلفل وحبايه طماطم صغيرين وبصله صغيره وحبه رز غسلتهم هما. هشوح ده كله مع بعضه على النار، وبعدين هاجي احشي الفرخه بيها واطبخ بقى الفرخه. دي الطاسه بقى اللي هنعمل فيها التشويحه بتاعه الفرخه. معانا معلقه زيت صغيره، البصله بقى هنحطها. انا عامله البصله خشنه عشان انا بحبها تكون خشنه في قلب الفرخه المحشيه. هحط بقى الكبده والقنصه معاها عشان تتشوح، عشان هتاخد تسويه يعني القنصه. انا كمان يا حلوين الكبده مش مصغراها جامد ولا عشان تستوي مع القنصه، وكمان البصله نفس النظام. ما شاء الله ريحتها جميله قوي. معايا بقى الطماطميه بالقرن فلفل نحطها.
نحط بقى البهارات بتاعتنا. انا كده حطيت البهارات بتاعتي كلها، فلفل اسمر وكمون وحبهان وورق اللورو و7 بهارات، وحطيت كمان ملح. هنحط بقى الرز عليه. الرز انا غسلاه حلوين. الرز ياخد تشويحه معاهم. انا كمان حطيت معاهم فص حبان اهو، عشان يخلي لها يعزز الطعم بتاعها ويخلي لها ريحه حلوه. انا حبيت ان انا احط الرز معاهم علشان ياخد تشويحه كده، عشان الفرخه البلدي ما بتاخدش سوا في على النار. كده تمام. هحشيها بقى الفرخه معانا يا حلوين. هنجيب الحشوه بتاعتها نحشي. انا كتفتها الاول عشان اعرف اتحكم فيها. افتحها كده انا جبت معلقه صغيره عشان ايه اعرف ادخل بقى هنا كده، اصلا الاسباتله هتوقعه كله. هي المعلقه بتوقع بس ايه يعني بسيط، مش هتبقى زي الاسباتله. هنشيل بقى العود القرفه ده. بصوا بقى يا حلوين، هنمسكها كده معايا خله من هنا كده، خله اهي. من الناحيه دي كمان اهي كده. قفلتها من هنا اهي. هنيجي نقفلها من هنا كمان ومن هنا كمان يا حلوين. انا قفلتها من هنا بالخله ومن هنا ومن هنا، وديت تنيتها عليها كده جوه. يلا نشوحها بقى من هنا كمان يا بنات عشان الزور ما يطلعش منه. كده تمام. معايا حله فيها زيت، عليها معلقه ثوم من اللي احنا فرمينهم.
تعمل تسويحة كده حلوين للفرخة. نهدي النار. الفرخة معايا بصل وطماطم وفلفل نحطهم عليها، ونحط بقى البهارات ونغطي. انا كده حطيت البهارات بتاعتها، هغطي بقى عليها واسيبها تتشوح كده. الصلصه سبكت معانا بتاعت المحشي حلوين. ورجعتلكوا بقى يا حلوين. نعمل بقى الكوسه. بص انا بحب اعمل الكوسه كده وبقسم دي 2، ما بسيبهاش. في ناس بتحبها كده بس انا بسيبها 2. بص اللي لسه مبتدئين الكوسه بتتعمل بدي كده. انا كان عندي مقار سيليكون بس مش حبيته الصراحه. انا بحب ده، الخشب ده جميل قوي. بحس ان هو بيشنشرها ليا كلها كويسه، تبقى حلوه اهي. وبقسمها 2. اهي حلوين. بقى همسك كل الكميه اعملها كده الاول، كميه الكوسه كلها. ما تنسوش يا بنات اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. طول ما احنا في المطبخ ولا بننظف ولا بنعمل اي حاجه ما ننساش ذكر الله. الفرخه غلت وانا هديت عليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والنصيحة مني حبايبي لكم، طول ما انت في المطبخ وبتطبخي وراكي اطباق مواعين حلل اي حاجة، عملت الحاجة وحطيتيها على بتاع البوتاجاز، سيبيه على البوتاجاز وهدي عليه وروقي بقى في المطبخ. اغسلي الاطباق، امسحي المطبخ، امسحي الرخامة زي ما انا بعمل كده. انا كنت الاول كنت بسيب كله اخلص طبيخ واجي بقى بعد ما اخلص كان كله بيتراكم عليا. بس دلوقتي كل ما اخلص بتاع طبيخ يعني احط الرز على النار، اروح اعمل حاجه في المطبخ برضو، الصلصه على النار، الفراخ على النار كده. بنكون مخلصه طبيخ، مش بيبقى ورانا بقى البوتاجاز بس بنمسحه. بتخلصي من هنا بتحسي ان المطبخ رايق وجميل. انت بنخلص كل الكميه كده بسرعه كده حلوين.
كده عملنا الكوسه، هنوريكم البرنجان انا بعملها ازاي. حلوين. انا جبت فوطه وحطيتها عليها عشان هي بتتزحلق على الرخام. نعمل كده حلو كويس. شوفوا يا بنات، نعمل كمان واحده. نشيل الحته دي كمان بالمقوار، هنقورها كده. اهي حلوين. التانية نشيل منها البوز. هخلص كل الكمية ديت وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد ما عملنا الكوسة والبرنجان قورناها. دلوقتي هنحشيها. انا ما بضغطش عليها. حلوين. نجيب البتنجان. يعني قسمة البرنجان نصين. انا بحب البرنجان يكون صغير والكوسة برضو تبقى صغيرة يعني في المحشي، محبهاش كبيرة. انا هلف الصينية من الجناب من بره كوسة ومن جوه بتنجان. هكملهم وارجع لكم تاني. انا كده خلصت الحشيه بتاعت البرنجان والكوسه. انا الصينيه التانية كانت كبيره عليهم، جبت صينيه اهيت حطيتهم فيها. هحط عليها شوربه واحطها في الفرن. اما تستوي هحط عليها صلصه واحمرها. هي كده اهي في الفرن. كده الصينيه استوت معانا، هي حلوين. هندهن بس وشها بالصلصه اللي فاضله مننا من صلصه المحشي. انا شلت طبق كده اهي. حلوين عشان نحمرها. هكملها كلها واوريها لكم تاني. كده عملت وشها حلوين، هدخلها الفرن. وعملت الفرخه كمان هحمرها في الفرن. الفرخه هي بتتحمر يا حلوين.
كمان اهيت الكوسه والبتنجان بتتحمر. الكوسه استوت والفرخه استوت، بحمرهم بس بحمر الوش بتاعها. الفرخه كده اتحمرت اهي وطلعتها، بس لسه بس الكوسه هطلعها. تمام كده يا حلوين، اتحمرت اهي. دي المحشي بتاعنا النهارده والفرخه. مع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد. على نبينا محمد. اللهم صل وسلم 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 على نبينا محمد.